الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك. افهم دي، الصلاة دي هي صلتك بربك. لما تقطعها تقطع ربك، مش تقطع رحمك، تقطع ربك، تقطع صلتك باللي خلقك، تقطع صلتك باللي هيحافظ عليك واللي هيعينك واللي هتتوكل عليه. انت فصلت مع كل حاجة. خلي بالك، تقطع صلتك بربنا سبحانه وتعالى بعد رمضان. هل تستطيع أن تعيش من غير إلا أنت؟ حد فينا يقدر يعيش من غير ربنا؟ مش ممكن. اوعى تسيب الصلاة تاني. ربنا بينادي عليك بيقول لك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بصوا الحديث ده في الصحيحين من حديث أبو هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعني انت عايز ايه في حياتك الا الاثنين دول؟ ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك ويرفعك درجات. قالوا الصحابه: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره، في الصلاه دي برضه، وكثره الخطى الى المساجد للصلاه برضه، وانتظار الصلاه بعد الصلاه. ثلاثه خصهم في ايه؟ الثلاثه ليهم علاقه بايه؟ بالصلاه. الثلاثه ليهم علاقه بالصلاه. وفي الصحيحين من حديث ابو هريره قال: من غدا الى المسجد او راح. الغدا يعني الصبح بدري، راح يعني بالليل قبل المغرب، ده اسمه الغدو، اوقات يعني. ايه اللي يحصل بقى؟ اللي يروح يصلي الفجر ويروح يصلي المغرب او يصلي العشاء، اللي يروح للفجر ويروح للعشاء. من غدا او راح مغرب فجر وعشاء، ايه اللي يحصل؟ اعد الله له نزلا، ربنا بيحضر لك قصور وضيافه في الجنه. كل لما تروح للفجر وكل لما تروح للعشاء، كل لما ربنا يبدا يحضر لك قصور وجنات في الجنه. ربنا بيجهز لك نزل. كلمه نزل يعني تبقى ضيف. اعد الله نزلا في الجنه كلما غدا او راح. طول ما انت مستمر، كل ما لذلك كان احد العلماء يقول لك ايه؟ انت طول ما انت بتحافظ على الصلاه، طول ما الملائكه بتبني لك فوق. اول لما تقطع الصلاه الملائكه توقف. تخيل. في روايه النبي عليه الصلاه والسلام قال حاجه غريبه جدا. بيقول للصحابه: ارايتم لو ان نهر على باب احدكم. اتخيل بيتك كده في نهر بيجري قدام منه على طول، يعني تمد ايدك تلحق الميه دي. يغتسل فيه، هتغتسل في النهر ده 5 مرات في اليوم. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيسالهم، بيقول لهم: ايبقى من درنه شيء؟ يعني لو واحد قدام بيته في نهر بيجري وفي 5 مرات بيستحمى في النهر ده، هيبقى فيه وساخه على جسمه او حاجه؟ او كده بالظبط. شوف النبي بيضرب لهم مثل ازاي يا اخي. بص النبي بينزل للعقول الناس ازاي. يعني بص بيضرب لهم مثل، بيقول لهم ايه؟ تخيل انت قاعد في بيتك وفي بحر قدام منك، في نهر قدام منك. فالنهر ده هتغتسل فيه 5 مرات، انت تبقى في حاجه وساخه في جسمك. بصوا بيقرب لهم الصوره ازاي عليه الصلاه والسلام. ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. قاعد يكلم لك باللغه العربيه الفصحى والناس مش فاهمه حاجه، واخد بالك؟ اهو بيقول لهم لو قدام منك بحر بيجري قدام بيتك وتغتسل بيه 5 مرات، تبقى في حاجه وساخه في جسمك. هيقرب لهم ازاي الصوره اكتر من كده عليه الصلاه والسلام؟ قالوا له: لا يا رسول الله. قال لهم: الصلاه كده. هو عايز يروح للصلاه، بس بص كده عمل لهم حوار ازاي الاول. انت عشت بقى في النهر اللي قدام البيت وبتغتسل بيه، انا لو اغتسلت 5 مرات ابقى وسخ ازاي؟ هو كل ده عايز يتكلم في ايه؟ هو عايز يتكلم في الصلاه، ملوش علاقه بالنهر. لكن بص جابها لهم ازاي عشان يقرب الصوره. الصحابه قاعد يتخيلوا وبعد كده يقول لهم: ايه فذلك الصلاه. جابهم في حته ثانيه خالص. يبقى الصلاه دي لو انت، ما انت من الظهر للعصر هتعمل ذنوب. لما تصلي الظهر، لما تصلي العصر مسحت ذنوبك كلها. هتعمل ذنوب من الصبح للظهر، لما تصلي الظهر تمسح ذنوبك كلها. هي دي الصلوات، هي دي هو ده النهر. يبقى كده وكأن الصلاه دي النبي شبهها بايه؟ بنهر حسنات اهو، او نهر نظافه اهو، او نهر طهاره اهو. احسبها بقى زي ما تحسبها، واخد بالك؟ اياك ان تموت وانت لا تصلي. اياك ان تموت وانت قاطع صلتك بربك سبحانه وتعالى. هذه نصيحه مني، لان الاهوال بعد الموت شديده جدا، هتحتاج فيها ربنا في كل حاجه. هتقطع صلتك بيه وانت حي، وبعد كده عايز وانت بتموت يبقى يوفقك في حسن خاتمه، تقول مش هتقولها. لو قطعت صلتك بربك بالصلاه بالذات مش هتقولها الا ما رحم ربك. انا بقول لك اهو، لن تستطيع أن تتخلص منها إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. من الذي يثبتك عند رؤية ملك الموت؟
من الذي يساعدك في خروج روحك عند سكرات الموت؟ من الذي يعينك حتى تمشي على الصراط؟ كيف سيحاسبك الله وانت لا تصلي؟ هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ تصلي في رمضان وبعد كده تقطع. هتقول له ايه لما تيجي تمسك كتابك؟ تقول له ايه؟ اول حاجه هيبدا بيها يقول لك طلع كتاب الصلاه. قبل ما يتكلم معاك خالص ربنا سبحانه وتعالى في اي حاجه هيقول لك طلع كتاب الصلاه الاول، طلع لي صفحه الصلاه في الكتاب بتاعك دي. لو فصلحت النبي عليه اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه من اعماله ايه؟ الصلاه، فان صلحت دور لي بقى على بر الوالدين، بقى دور لي على صله الارحام، ودور لي على الصدق والامانه والقصه دي كلها. باظت الصلاه. قال فان فسدت بوظت اللي وراها. وساعات بتلاقي واحد يبقى طيب وراجل وجدع وكريم قوي، مش بخيل، وبيحب امه وبيبر امه وبيبر ابوه، ولو شاف حد يساعده ويقف معاه، كل ده انت بتضيعه. يا خساره لو ما بتصليش، عشان هي لو الصلاه نفعت هتنفع اللي وراها، ولو باظت خساره يا ابني، خساره اللي انت بتعمله ده، خساره. انت بتعمل حسنات كتير بس بتضيعها بالصلاه ليه؟ ليه؟ وإن فسدت فسد سائر العمل. هذا كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام